وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم القرص الطريه الفلاحي الاصلي اللي هي على اصولها. ماشي، انا معايا 2 كيلو دقيق، معايا كوبايه ونص سمنه فلاحي. لازم تكون سمنه فلاحي يا جماعه عشان هي تديكم الايه النتيجه الصح ان شاء الله. وكيسين بيكنج باودر وكيسين خميره. ماشي، واربع معالق سكر وكيلو لبن. اللبن ده يا ريت يكون لبن رايب، ما يكونش لبن حليب. انا ما عنديش لبن رايب. هعمل هجيب لبن من درجه حراره الغرفه وهحط عليه قدامكم اهوت معلقتين خل فقط لا غير. وعندي الفرن ولع على الاخر، مسخناه وهطفيه. انا مطفياه اهوت، لسه مطفيه حالا، وهحطه في الفرن. هيقعد ان شاء الله كده حوالي ساعه كده وهيكون اتعمل. مش انا دلوقتي عملت الخميره، معلش بقى ما وريتهالكمش. انا كنت حاطه هنا معلقه كبيره سكر وفضيت عليها كيسين الخميره. انا لسه عاملاها دلوقتي حالا اهو، ده لسه ما فرطش، وهسيبها كده في مكان دافي قبل ما تفور. ماشي، شويه كده وارجع لكم تاني. رجعت لكم اهوت بعد ما اللبن اتعمل. دلوقتي انا هفضي اول حاجه هعملها احط البيكنج باودر. ماشي، على الدقيق كيسين اهمت بيكنج باودر على 2 كيلو دقيق. ماشي، وهقلب كده كويس. وبعدين هنزل بالسمنه. السمنه دي يا حبايبي كيلو ونص سمنه، كوبايه ونص سمنه. يعني الكيلو بياخد كوبايه الا ربع. واحاول كده اشرب الدقيق السمنه كلها كده اهوت، بس كده كأنك بتعملي كحك العيد، لحد ما السمنه كلها الدقيق يشربها. والله ريحه السمنه طالعه جميله بصراحه يا جماعه، بتفرق بصراحه. انا الحاجه اللي اقول لكم اي سمنه عندكم هقول لكم ماشي، لكن دي بصراحه ما بتعملش الا بالسمنه الفلاحي عشان تشم ريحتها كده من على بعد. يعني لو عيل صغير كده قاعد بياكل منها بقى، يعني بعد كده 3 4 متر كده تشم ريحتها وهو بياكل فيها، تفتح نفسك كده على الاكل حتى لو انت شبعان. بصوا يا حبايبي بقى، انا هوريكم اللبن ده لسه دافي، يعني هو فعلا قعد ساعه في الفرن. بس عايزه اقول لكم على حاجه، هو ما ادانيش النتيجه برضك اللي انا عايزاها. انا هوريهولكم هو راض اهو، بس يعني ساعه مش كفايه عشان الجو برد. بصوا عمل كتل اهوت عمل كتل، بس مش دي النتيجه اللي انا عايزاها عشان الجو برد، فساعه مش كفايه. انا كنت مستعجله بصراحه، ما المفروض اعملها قبلها ب3 4 ساعات اهو. بصوا عمل كتل بس مش كفايه. نفس النتيجه تعمليها قبلها ب3 4 ساعات. هفضي هنا السكر، دول 4 معالق سكر كبار. ادوبهم في اللبن لسه دافي. لو انا كنت عملته قبلها ب3 4 ساعات كنت كنت دفيته بردك تاني عشان هيكون برد، لكن هو كده دافي معايا، مش محتاج ان انا ادفيه على النار. ذره ملح صغيره بردك هدوبها في اللبن. وهبدا اعجن. انا بردك مش هفضيه كله مره واحده. شايفين اللبن اهو يا جماعه قدامكم اهو. ممكن محتاجوش كله. وجايبه بردك نص كوبايه لبن عاديه بقى عشان ممكن احتاج لها ولا حاجه، بدل ما ازود بميه ازود بيها. ماشي، انا هحط الخميره بقى كده قبل ما اخلص عنكم. بصوا، في حاجه انا عملتها غلط عايزه اقول لكم عليها. انا عملت الخميره، حطيت لها نص كوبايه ميه دافيه، وفضيت عليها كيسين الخميره، وحطيت معلقه السكر الكبيره، ورحت عملتها في نفس الوقت اللي عملت فيه اللبن ده بيقعد ساعه، ممكن يقعد ساعتين 3. انا عملتها في نفس الوقت كده. لو انا كنت سبتها بقى في مكان دافي كانت فرط وغرقت الدنيا. انا عملت بقى عشان اوقف النشاط بتاعها، رحت مطلعاها حطيتها على الرخامه وفتحت الشباك.
وقفت النشاط بتاعها عشان ما تسيحش وتبهدل الدنيا. ننزل بقى بيها نقلبها كويس. هحطك قدامكم عشان تبقوا شايفين. هي كده محتاجة ايه؟ لسه ايه؟ لبن تاني باين قدام منك اهو، لسه في دقيق من تحت اهو. كل ده عايز ايه؟ يتبل كده باللبن. متطرهاش قوي معاكي عشان تعرفي ايه تتحكمي فيها، عشان انا بفردها بالزيت ما بفردهاش بالدقيق عشان متبقاش طريه معاكي. خلي العجينه متماسكه وانا هوريها لك. لسه في دقيق تحت اهوت، هفضي بردك شويه تاني. هي ممكن تاخد الكيلو كله على فكره. هسيب بردك شويه في الاخر. معروف يعني كيلو دقيق داخل كوبايتين ونص لبن. هي كده مش هتحتاج تاني. اقعد بقى ان شاء الله كده ايه اعجن فيها، مش هزود لها بقى لبن تاني خلاص كده. هي كده ايه الدقيق بتاعها كله اهو نشف معايا. هعجنها بقى حوالي كده 10 دقايق لحد ما اخليها كده ايه ناعمه وطريه خالص. اقعد اعجن فيها كده جامد كده، وهوريها لكم بقى بعد ما عجنتها هوريها لكم شكلها عامل ازاي. ماشي اهو حبايبي اهي، رجعت لكم بعد ما لميتها اهي قدامكم اهي. وانا قلت لكم تعرفوا ان انتوا العجينه معاكم حلوه وما تلاقوش حاجه كده ايه في البلاستيك اهي. ماشي بوريكم كده بعجن بالايد ازاي عشان ما عندهاش عجان تبقى عارفه ايه العجينه بتتعجن ازاي. ماشي هنحط لها بقى ايه نقطتين زيت عشان ايه الوش بتاعها ما ينشفش. في سنجيفه اهي جديده لسه، وهغطيها واحطها في مكان دافي ان شاء الله بقى ايه ممكن تقعد ساعه ساعه ونص عشان الجو برد، وهرجع لكم تاني. رجعت لكم حبايبي اهوت بعد ما العجينه ما خمرت اهي قدامكم. هنزليها زيت خفيف كده، مكتريش الزيت حاجه بسيطه كده. حاولي ما تخرجيش الهواء اللي ايه اللي طالع منها. حاجه بقى اللي انت عايزاه. انا بعملها كده ايه وسط اهو. ماشي فريها كده بايدك شويه اهو، كبريها كده ايه. ماشي هكملها ايه يا حبايبي وارجع لكم تاني عشان مطولش عليكم الفيديو. حبايبي اهو قربت اخلصها معاكم اهوت. تخلصيها وتسيبيها برضك تريح شويه معلش، هي ليها كذا خطوه يعني، بس انت بقى لو وراكي حاجه بتسيبيها وتقومي تعملي اللي وراكي، ما بتقعديش جنبها يعني. ماشي بتغطيها بقى كده
وتسيبيها تريح شويه كده قد نص ساعه كده ولا حاجه، ولما اجي ابططها برضك هوريكم. ماشي. حبيبي رجعت لكم اهوت بعد ما العجينه ريحت، هي قعدت حوالي ربع ساعه كده. انت بتريحيها بس عشان تبقى سهله عليكي في التبطيط. انت اول حاجه بتاخديها على كلمه ايدك كده اهي بتبططيها، لقيتيها محتاجه تبطيط تاني بتحطيها على الصينيه. ظبطي كده بايدك كده على قد ما تقدري. عايزه تحطي على الصينيه كده على طول حطي. الطريقه السهله معاكي اعمليها، الطريقه اللي تريحك. وحاولي صوابعك متعلمش فيها، حاولي صوابعك كده ايه متبقاش معلمه فيها. ماشي. على ايدك اهو، على ايدك عايزه تعمليها على ايدك كده نص تبطيطه وتكمليها على الصينيه اعملي اهو. ظبطي كده من الجناب كده عشان نحاول ايه تبقى كلها سوا واحد. قربين من بعض عادي، هي مش هتلزق يعني ببعضها ان شاء الله. نص تبطيطه كده على ايدك اهو. دي بردك زنانه ايه، واللي انا ببطط عليها دي بردك كل كام واحده كده ادهنيها بردك عشان ايه تسهل عليك عمليه الفرد. انا مش عارفه دخلت منين دي. معلش بردك انت هتفرديها وتسيبيها معلش بقى تريح تاني شويه بردك كده ربع ساعه ولا حاجه عشان تطلع معاكي النتيجه كويسه، عشان تقب كده يعني سن معاكي كده وتبقى كويسه. ماشي. وحاولي لما تيجي ترصيها رصيها في الايه الصينيه اللي انت هتخبزي فيها على طول، بدل ما تشيلي وتحطي كده كذا مره. حاولي كده ايه تلمي بايديكي كده وايه وتظبطي. كملهم بقى وارجع لكم تاني عشان مطولش عليكم الفيديو. حبايبي رجعت لكم عشان عايزه في حاجه عايزه اقول لكم عليها. القرص الطريه ديت ولا بيتحط لها شمر ولا بيتحط لها سمسم ولا حبه البركه ولا اي حاجه تانية. هي بتبقى كده قرص كده هو الطريه بتاكليها بجبنه، بتاكليها بتشربيها تاكليها مع الشاي بلبن كده الصبح. بس في بقى ايه عيني هنا بيحبوا حاجه انا قلت ايه اوريها لكم. هما بيحبوها كده ايه محشيه بالجبنه المثلثات. انا بردك حبيت اوريها لكم، لو انتوا عايزين تعملوها كده بردك اعملوا حبه مش كلها، اعملوا كام واحده كده للعيال ممكن ياخدوها معاهم المدرسه يفطروا بيها الصبح هتعجبهم. ماشي. بتبططيها كده عادي اهو، تفرشي كده حته الجبنه كده عليها وتدوسي عليها كده. ماشي. عايزه تدي الحرف بتاعها كده تديكي شكل حلو اتنين اهو لو عايزه. انا حبيت بس اوريها لك مش اكتر ولا اقل، بس هي القرص الطريه ما بتتحشيش. اعمل معاك واحده كمان واوريها لكم. ماشي عشان مطولش عليكم الفيديو. حبيتي تعمليها كده اعمليها، حبيتي بقى تعمليها كده اعمليها، ممكن تعمليها بردك كده وتقسميها نصين، اللي انت عايزاه تعمليه اعمليه. ماشي. هقفل بقى عشان مطولش عليكم الفيديو. حبايبي رجعت لكم اهوت بعد ما فردت العجينه كلها اهي، عمل بسم الله ما شاء الله كميه جميله. في صاج هنا اهو كمان اهو اوريهولكم
يعني عمل 5 صواني حلوين كبار. يعني انت لو عملتي كيلو واحد بس عجين هيعمل معاكي كميه حلوه. هحطها في الفرن بقى وهوريها لكم ان شاء الله لما تطلع. هدخل اول صاجن عملته الاول، بعد كده التانيين دولت اول ما اخلص يكونوا ايه رفعوا شويه. ولما تطلع من الفرن هوريها لكم. انا مولعه الفرن على اعلى حاجه عندك عشان ما تنشفش معاكي في الفرن. اعلى حاجه. وحاولي بقى تظبطي الفرن. انا عندي برضك الفرن بتاعي مش مظبوط معايا قوي، عندي ناحيه وناحيه. انا بقى بضير الصينيه كده كل شويه عشان تستوي ايه من جميع النواحي. هطلعها من الفرن وهوريها لكم. حبايبي رجعت لكم اهو بعد القرص كلها ما استوت اهي. الحمد لله طلع لونها حلو. على فكره القرص الفلاحي ما بتدهنش ولا بيض ولا حاجه على الوش. انا ما دهنتهاش حاجه الا في الصينيه بس، حطيت لها رشه الزيت البسيطه دي بس. بسم الله ما شاء الله. يعني طلع ايه، طلع سوا، طلع حلو الحمد لله. ماشي. لو انت حابه بقى تعملي كيلو دقيق دول 2 كيلو. لو انت حابه تقولي كيلو تعملي كيلو دقيق هقولك المقادير بتاعتها ايه. كيلو دقيق، كوبايه الا ربع سمنه، معلقتين سكر كبار، كيس بيكنج باودر، وكيس ايه خميره، ومعلقه سكر كبيره للخميره. وانا وريتك طريقه اللبن بتعمليها ازاي. انت لو حابه تعملي بلبن حليب ينفع، حابه تعملي بسمنه اي حاجه برضك ينفع، بس مش هتديكي النتيجه دي ولا هتديكي الطعم ده ولا الريحه دي. دي اصولها وديت الطريقه الايه اللي على اصلها يعني. ماشي. وقبل ما اختم معاكم حمود عايز يجي يسلم عليكم. تعالى يا حمود. ازيكم عاملين ايه؟ انا بقول لكم اشتركوا في قناة ماما وحط لها لايك وتفعيل الجرس، سر الطبخة مع ماما، واشتركوا فيها. مع السلامة. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنوني ان شاء الله في احسن حاجه ان شاء الله.